في ليلة ساقعة في جبال روسيا 9 شباب قطعوا خيمتهم بإيديهم وجريوا في عز العاصفة من غير هدوم كفاية، كأنهم كانوا بيهربوا من حاجة شايفينها وإحنا لأ. سنة 1959 9 طلاب روس محترفين تسلق قرروا يعملوا رحلة في جبال الأورال، مكان معروف إنه قاسي بس مش مستحيل. قائدهم كان شاب اسمه إيجور دياتلوف، والرحلة كانت منظمة جدا، ناس خبرة وعندهم كل المعدات. كل حاجة كانت ماشية طبيعي لحد الليلة المشؤومة. درجة الحرارة تحت الصفر بكتير، رياح قوية والدنيا ضلمة وساكتة بطريقة تخوف. الشباب نصبوا الخيمة على منحدر الجبل ودخلوا يناموا، لكن في نص الليل حصل حاجة. بدل ما يخرجوا من باب الخيمة قاموا قاطعين القماش من جوه. قطعوا الخيمة بإيديهم وخرجوا منها فجأة وهم شبه عريانين في عز التلج. آثار أقدامهم كانت واضحة، كلهم بيجروا بعيد عن الخيمة من غير أي محاولة يرجعوا ولا حتى ياخدوا هدومهم، كأنهم كانوا بيهربوا من حاجة أقوى من البرد وأخطر من الموت نفسه. بعد أيام من البحث لقوا أول جثتين تحت شجرة لابسين هدوم خفيفة جدا وماتوا من البرد. شوية كمان لقوا الباقي، بس هنا الرعب الحقيقي بدأ. واحد جمجمته مكسورة كأنه اتخبط بعربية بس مفيش أي جرح خارجي. واحدة لسانها مفقود تماما. بعض الجثث فيها إشعاع، عيون مفقودة وملابس متبادلة بينهم بشكل غريب، وكل ده من غير أي دليل على هجوم ولا صراع واضح. النظريات المرعبة والافتراضية، انهيار جليدي. طب ليه أثارهم كانت ماشية بهدوء مش هروب عشوائي؟ طيب تجربة عسكرية سرية عشان الإشعاع، ولا كائنات غريبة أو حاجة مش مفهومة؟ ظاهرة صوتية مرعبة تخلي الإنسان يتجنن ويجري. في شهود شافوا أضواء غريبة في السماء الليلة دي، والتحقيق الرسمي وقتها قال قوة مجهولة لا يمكن مقاومتها، بس ما حددوش هي ايه. يعني في حاجة خلت 9 أشخاص عاقلين يهربوا من الدفا للموت بإيديهم. المكان اتسمى باسمهم وبقى معروف انه اخطر نقطة في الجبل، ولحد النهاردة اي حد بيسمع القصة بيسأل نفس السؤال: هما كانوا بيهربوا من ايه؟